جماعة شوفوا ايش حلاوته. شنو اقول كان المحلب معطيه شكل طعم ثاني وريحة ثانية اصلا. لا تنسون ضروري المحلب. طبعا الحين هذا ما يترك بعد يعني من الليل، احسن لو بعد 10 ساعات تحطونه. كل ما ينشف زيادة احسن. ف سووا على هالطريقة. راح انزل طريقته كله تهبل وايد حلوة، يقعد معاكم شهر شهرين بس بمكان زين. حطوه وحافظوا عليه. هذا هو بخصمنا اللذيذ. يا جماعة بسوي بخصم. البخصم الوقت هذا قبل شوي سوينا الشابورة، الحين بسوي البخصم. خذيت زبدة 100 جرام، راح خذيت السكر جلاس، تقدرون تخففون تقريبا. راح اخلطه كله وين هذا، راح اخلطه كله مع بعضه عشان بسوي مثل خليط يعني مو الكيك، لا المعجنات مثل البعجنه كلها على بعض. حطيت 3 جلاسات كبار طحين، تقريبا ربع كوب حليب بودره، بيضتين، هني قفشتين بيكنج باودر، حطيت فانيليا، حطيت محلب. الشيء العجيب الغريب في المحلب يعطي ريحه تهبل. وينسون قفشه ينسون وقفشه هيل. وعندي السمسم هذا ليش؟ عشان لما اسوي احطه يعني اجيب افرش عليه السمسم. هني عندي كوب حليب، كوب ماي، نص كوب زيت، خلطتهم كله مع بعض. اوكي نبتدي. شوفوا حطيت البيضتين والحين عاد بكمل الباقي. لا ننسى هذا كوب ماي، كوب حليب، شي تقريبا ربع كوب زيت. اسويهم بالشكل اللي تبونه. شوفوا العجينه لينه، مو هذا. شوفوا بالحجم تبونه مدور. انا احبه كذي. عندي طاسه السمسم، سووه بالطريقه هذا يعني. خلصنا. تسوونه ساده، انا يمكن اسوي هذه ساده، مو الكل يبي سمسم. سويتها ساده. ادخله بالفرن الحين، من احلى ما يمكن.